السلام عليكم جمهور الاهلي العظيم، اخباركم يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ قبل اي حاجه بطلب منك ان انت تعمل سبسكرايب للقناه، وعاوزك تعمل لايك للفيديو ده علشان في كلمتين مهمين جدا جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان مش هيلعب بكره في مباراه بيراميدز، تقارير قويه جدا بتقول انه مش هيلعب مباراه بيراميدز. محمد علي بن رمضان هيغيب علشان خاطر اتصاب في مباراه المحله. هنا بقى انا بسال سؤال، النادي الاهلي موفر للجهاز الطبي اجهزه بتقول له اللعيب مجهد اثناء المباراه وفي تدريبات، وفي اجهزه متوصله بلابتوب موجود مع الجهاز الطبي بيقول له اللعيب رقم كذا خلاص ما عادش ينفع يكمل، او عنده اصابه تخليه ما يقدرش يكمل. دي موجوده في النادي الاهلي ومتوفره. محمد علي بن رمضان لما عمل تاكلينج مع لعيب المحله واتصاب، وكان من المفترض ان هو يخرج من الملعب في وقتها، ما خرجش وكمل لحد الشوط الثاني واتغير خوفا من الانذار الثاني عشان ما يغيبش عن ماتش بيراميدز، فاحنا غيبناه عشان الاصابه. خطأ طبي لا يغتفر في نادي كبير بحجم النادي الاهلي. من المفترض ان الناس اللي تكون متواجده في الجهاز الطبي بتاعه هم اكفأ ناس موجوده في الوطن العربي والافريقي، ولكن للاسف من الواضح انهم ما يعرفوش شغلهم كويس. فاعتقد ان المفروض مجلس اداره النادي الاهلي او المسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي يعاقبوا الناس دي ويفتحوا تحقيق في موضوع غياب محمد علي بن رمضان في مباراه الاهلي بكره امام بيراميدز. مباراه قويه ومهمه وما تقبلش الاسم على اتنين، اللي هو الرساله الثانيه بقى الى لعيب النادي الاهلي. اللعيبه اللي بملايين الدولارات، خلوا بالكم انتوا بتلعبوا في دوري اللعيبه بتاعته بملاليم الجنيهات، وانتوا لعيبه بملايين الدولارات. فمطالب من حضرتك ان انت مش تتصدر الدوري بس، تتصدر الدوري وبفرق كبير جدا ومحدش يقدرك، وتكسب ثلاثات واربعات. لكن حضرتك بما ان انت عايش في زمن الدلع والطبطبه، فحضراتكم خلاص ما عادش بيهمكم، ما عادش بيهمكم بتنزلوا الملعب، مش هاممكم حد، فبتدلعوا في الملعب، فبتقرفونا. لكن احنا كجمهور مش هنستحمل كده. ورساله لمجلس اداره النادي الاهلي، اللعيب اللي مش قد تيشيرت النادي الاهلي اتفضلوا غوروه في 60 داهيه ايا كان اسمه، لان النادي الاهلي فوق الجميع زي ما علمتونا. فاذا كان النادي الاهلي فوق الجميع، فاذا ما فيش لعيب ولا اداري في الاهلي فوق جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيقول لكم لو ما احترمتوش نفسكم في الفتره اللي جايه ورجعتوا الاهلي للمنافسه تاني لمكانته الطبيعيه في المركز الاول في الدوري ودوري الابطال، مش هنسمح بضياع اي بطوله السنه دي. فالجمهور هيكون له رده فعل سيئه، وسيئه جدا جدا لابعد حد.